النهاردة حابة أعرفكم على قناة نور سلامة. طبعا معظمكم عارفين ان نور سلامة دي تبقى صديقتي وأختي وحبيبتي، بجد أنا بموت فيكي وبشكر الظروف بجد اللي عرفتني على شخصية جميلة زيك. نور من الناس اللي بتحب تساعد أي حد، ربنا يكرمها يا رب دايما. وانا عارفة انها تحبوا قناتها لان القناة بتاعتها بتتكلم عن الترتيب البيت واكلات المصرية والتنظيم وكل شيء. وبرضو عايزة اخليكم تاخدوا بالكم من حاجة، نور سلامة شخصيتها في قناتها غير خالص الطبيعة. يعني احنا عاملين كده جروب لليوتيوبرز، ونور سلامة طول الوقت تخلينا نضحك لدرجة ان بطننا بتفضل توجعنا من كتر الضحك. دمها خفيف لدرجة فظيعة، يعني بجد أنا بموت فيكي يا نور. زي ما انتوا شايفين تعمل تنظيف للبيت، وكانت جايبة طقم سيراميك واتكلمت عنه وغسيل المواعين. يعني في بنات كتير عندي بتسأل عن غسيل المواعين، بتقولي اعملي الفيديوهات دي، هتلاقوها برضو موجودة عند نور سلامة. متنوعة طبعا وفيديوهاتها فظيعة جدا وجميلة، وعاملة تنظيف للحمام وتنظيف للمطبخ، وبتعمل دي اي واي وحاجات بسيطة وسهلة جدا نقدر كلنا نعملها في البيت. هسيب لكم الرابط بتاع قناة نور تحت في صندوق الوصف، ورابط الفيديو كمان. وعايزة اقول لكم نيرة بنتها عندها برضه قناة، ونيرة تبقى صديقة جانا بنتي طول الوقت، هما الاتنين يتكلموا على الواتس. هسيب لكم برضو رابط قناة نيرة إذا حابين أولادكم يشتركوا معاهم. آه، بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم هبة من قناة بيتي كل حياتي. النهاردة هوريكم روتيني الشهري او مرة في الشهر بعمل الحكاية دي. بعمل ايه؟ بنضف تحت الرخامة. يعني انا عندي تحت الرخامة هنا بحط الدولاب بتاع المطبخ اهو، ده شكله زي ما انتوا شايفينه اهو، حطاه هنا. هو ليه عجل كده من تحت، فبيبقى سهل ان انا اطلعه واطلعه بره المطبخ وانضف مكانه. ضروري تنضفي تحت دولاب المطبخ بتاعك لو الدولاب بتاعك بيه عجل زي بتاعي، يعني بعجل بينفع انقله من مكان لمكان. تمام، فانت لازم تنضفي تحتيه لان ممكن اي حاجات تقع تحتيه، تلاقي حاجات كده كتير منك، معالق مثلا، كيس فاضي تلاقيه نزل. انا نضفته قريب بس هنضفه تاني، هو محتاج اهو يتنضف. الجوانب اللي عند الحوائط هنا هي مش نظيفة. هنضف تحت الرخامة، ودايما اهتمي بالمكان ده لان ممكن يجيب لك حشرات، ممكن يعمل لك ريحة مش حلوة، بيبقى مكان مستخبي كده محدش بيشوفه. فانت اهتمي بيه، حتى لو مرة في الشهر تشيلي الدولاب وتنضفي تحتيه. لو الدولاب بتاعك مش بيتشال ومنه للأرض على طول، برضو افتحي الأرفف. لو هو الأرض بتبقى باينة، افتحي الأرفف ونضفي تحت الحوض وخليه ايه زي الفل. بس هنضف وارجع اوريهولكم. زي ما انتوا شايفين حطيت شوية مية فيهم شوية اريال وشوية من الصابون السائل، وهحطهم كده في الأرضية اللي تحت الحوض. انا عندي مصفى في المطبخ، عندي صفاية بينزل فيها المية، فما عنديش اي مشكلة يعني من المية. لو ما عندكيش صفاية تقدري تمسحي بس عادي بايديكي كده، تجيبي الشرشوبة وتملي مية وبس تمسحي بحتة قماشة بايديكي، وممكن تنضفي بالسلك برضو. بصوا انا جبت قطعة اهي من السلك وهبدأ اغسل بيها كده المكان اللي تحت الرخامة عشان انضف الحروف دي. يعني المكان ده بيبقى مستخبي دايما، ف آه، بيبقى عامل زي الرطوبة، مكان رطب، سهل جدا ان هو يتبهدل وممكن يجيب حشرات لو ما اهتميتيش بيه. يعني ممكن المية تنزل تحتيه تعمل زي عفونة وتجيب لك بقى حشرات. تمام، فانا بنضف بقى كده تحتيه كويس كده. نضفت اهو زي ما انتوا شايفين بالسلك كده ونضف. عايزه اقول لكم هنا بقى دي ازازه كانت بتاعه شاور جل. انا حاطه فيها ديتول وحاطه فيها فينيك وخلطاهم مع بعض ومخصصاهم لمسح الارضيات. تمام، هوريكم دلوقتي هحطهم ازاي.
بجد خليط جميل جدا، بيعطر الارضيات، بينضفها، ما يخليش عندك نمل ولا حشرات. يعني النملة عدوها الفينيك. وكمان الديتول مطهر حلو جدا. اهو هحط كده وابدأ افرك بيهم بالمكنسة اللي هي الخشنة. بصوا المكنسة الخشنة اللي هي دي بفرك بيها كده كويس، بس انا عشان التصوير مش عارفة امسك المكنسة كويس. اهو هفركها كده جامد جدا جدا، وبعدين هشطفها بالمية. بعدين كده خلاص شطفت بالمية، اجيب المساحة وابدأ انشف الارض كويس. كمان لو في مية ومحتاجة قوي انشفها بالفوطة، فوطة المطبخ، الصفاية هناك كده اهو. وعايزة اقول لكم برضو الرخامة دي عازل بين الجنب التاني، فبرضو بهتم بيها، لازم امسحها واغسلها. وكمان السيراميك ده غسلته، يعني مش الارض بس، لا غسلت السيراميك بالارض بالرخامة دي. تمام اهو. وهسيب المكان يتهوى شوية، وبعدين امسح دولاب المطبخ. كده انا جبت الدولاب بتاع المطبخ وجبت الفوطة، وببدأ امسحه وانضفه كله من الجناب كلها، عشان لما ادخله يبقى كل شيء فيه نظيف. وبكده يا بنات رجعت الدولاب مكانه تاني، ونضفته طبعا من بره. يا رب الفيديو كده ما يكون تقيل عليكم بإذن الله، ويكون حاجة خفيفة. الفيديو اللي هينزل بعد ده بإذن الله، مش عارفة هينزل قبله ولا بعده، هيكون تنظيف الأرض تحت البوتاجاز. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.